قرية الأيوبية الكردية من عشيرة كيتكان ورشوان، وهم السكان الأصليين للقرية. القرية تعود ملكيتها لأغوات بيت الأيوبي وهم رشوان، وتسمية القرية جاءت نسبة لهم. هذه شهادة بشار بديع الأيوبي الذي قال بأنهم من عشيرة رشوان الكردية. توجد فيها عائلات عرب من شريرات. جاءت هذه العائلات أثناء مشروع الحزام العربي والتغيير الديمغرافي للمنطقة الكردية. عدد سكانها حوالي 600 شخص. بالرغم من كل محاولات التعريب، لا زالت نسبة الكرد في القرية 60%. مساحة القرية 1000 هكتار. تقع القرية على الطريق الواصل بين أخترين وجرابلس. تتبع لمحافظة حلب منطقة الباب ناحية الراعي. تبعد عن حلب شمالا 52 كيلومتر، وعن الباب شمالا 22 كيلومتر، وعن الراعي شرقا 9 كيلومتر. تحدها من الغرب قرية مازجي الكردية، وعن الشرق قرية صندي، وعن الشمال قرية أثريا وقرية النهضة، من الجنوب قرية ترحين وقرية عرب ويران. تشتهر القرية بزراعة القمح، الشعير، العدس، الكمون، ومساحات من شجر الزيتون، كما يقومون بتربية الأغنام والماعز والبقر والدجاج البلدي. بسبب قلة المياه الجوفية، أهالي القرية كانوا يعملون في حلب والراعي أعمال الخياطة، صناعة الأحذية، وتصليح الجرارات، وكعمال بناء في حلب. لأهالي القرية صلة قرابة مع قرية شاوى ونعمان وقعر كلبين وشبيران وتل جرجي وتل شعير. القرية عانت كونها كانت منسية من الجوانب الخدمية في كل المجالات. حدثت فيها اشتباكات في العام 2012 بين النظام السوري والفصائل. في البداية جرت هذه الاشتباكات بين النظام وهذه الفصائل لمدة شهرين، وبعد انسحاب النظام من المنطقة ودخول الفصائل بدأت المعاناة من خطف وطلب الفدية وسرقات كون القرية على الطريق العام. وفي العام 2014 خرجت داعش من بين هذه الفصائل. جرت بينهم اشتباكات، على إثرها حدث نزوح لأهالي القرية إلى الجبال لمدة شهرين. تمت سرقة محتويات القرية من مواشي وتعفيش للبيوت. بسيطرة داعش تجددت المضايقات من اعتقالات، وتم جر الأهالي إلى الدورات الشرعية وقتلهم وذبح البعض منهم بحجة أن الكرد كفرة، والقول لهم بأنهم يجب أن يزوجوا بناتهم للمجاهدين وأن ينضم شبابهم للدولة الإسلامية. كان الأهالي لا ينامون في بيوتهم ليلا، ينامون في البراري في الشتاء القارس، يعودون في النهار إلى بيوتهم وعملهم. هاجر قسم من الأهالي إلى مناطق الجزيرة حتى العام 2017، وأثناء انسحاب داعش جرت هنالك تمثيليات بينهم من كر وفر وتغيير أمراء داعش لملابسهم والانضمام إلى الفصائل. تم احتلال المنطقة بالكامل وهذه القرية من قبل تركيا ومرتزقتها من الجيش الوطني السوري، وبدأت المعاناة وتجددت أكثر من خطف لأشخاص وطلب فدية وتدريس اللغة التركية في المدارس والتعامل بالعملة التركية والضغط على الكرد كي يتركوا لغتهم. هذه هي معاناة قرية الأيوبية. وصلتني هذه المعلومات من أحد أبناء القرية، له الشكر، وأنا ألقيها بصوتي. أنا علي عبد الله كولو، محام من منطقة درباسية.